انا اللعيب الوحيد اللي هقدرك في الفرقه، وانا اللعيب الوحيد اللي هقف جنبك. مفيش لعيب في الفرقه هيجي يقول لك مش عايز فلوس الجديده. انا اللعيب الوحيد اللي قلت له انا اديني نسبه المشاركه بتاعتي، والكلام ده لو انا غلط مستر كامل يطلع تاني يقول ان انا بقول غلط. قلت له دي نسبه المشاركه بتاعتي وانا هديك، ومش عايز الجديد دلوقتي غير في بدايه ايه الموسم. هو بيقول ان انا واخد 200,000 جنيه من الجديد. نعم. لا الموضوع ده ما حصلش، انا ما خدتش اي فلوس خالص. وبالنسبه لحضرتك النقطه نقفل الماديات ونتكلم في النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت، اللي هي اللي انا لو احتماليه عودتك تاني لبورسعيد. النادي المصري، بص النادي المصري بالنسبه لي، يعني انا مش عايز اقول لك جماهيره بالنسبه لي ايه. انا بعشق جمهور بورسعيد، بدليل ان انا قعدت 3 سنين في بورسعيد بايت هناك، ما برجعش مصر. نعم. دليل ان انا ما برجعش مصر وقعدت في بورسعيد وفضلت ادي الجمهور المصري لاخر دقيقه بلعبها في الملعب. نعم. في ناس في جمهور بورسعيد متقبله ان انا امشي، وده ظروف وده والولد والبتاع. في ناس مش متقبله حبا لاحمد شديد. نعم. والناس اللي بتشتمني والناس اللي شتمتني ده حبا في احمد شديد. ده اكيد حبا فيك، ده حقيقي فعلا. حبا في احمد شديد، وانا عمري ما زعلت من الجمهور المصري، ولا عمري قطعت في جمهور النادي المصري، لان جمهور النادي المصري هو اللي عمل اسم احمد شديد، هو اللي وصل احمد شديد للنقطه دي. فحضرتك في نقطه الرجوع للنادي المصري، انا لو ما لعبتش في النادي الاهلي هبقى في النادي المصري. ده كلام جميل. حلو. يعني حضرتك انا مش هلعب في ناديين غير النادي الاهلي او المصري. طيب جميل قوي. النادي الاهلي بيتي، النادي الاهلي لو طلب احمد شديد انا مش هقدر اقول حاجه، ده بيتي، وانا الناس كلها تعذرني ان انا راجع بيتي. طبعا ان انا ارجع النادي الاهلي دي حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. نعم. وانا بتمناها بصراحه ودي رغبتي، لكن النادي المصري النادي الثاني بعد بيتي اللي انا ممكن العب له في مصر. ده كلام جميل قوي، وده يخليني اسالك النادي الاهلي الان فين منك؟ يعني الازمه بتحتدم، النادي الاهلي موقفه ايه منك؟ هل بيطمئنك؟ انا بكلمك حضرتك فيها، انا مشكلتي ان انا رغبتي ان انا العب النادي الاهلي ملوش دعوه، لان النادي الاهلي لا فتح الساعه 7 بالليل حاجه ولا فتح اي حاجه. النادي الاهلي ملوش دعوه باي حاجه، الشيك اللي اتدفع ده باسمي. الشيك ملوش دعوه بالنادي الاهلي خالص. دي مشكله، ما اعرفش مين قال لمستر كامل النقطه ديت، لكن انا حتى لو ده حصل يا احمد ده بعيدا عنك، انت مالكش اي قصه فيه ولا اي دخل فيه، دي اداريات هم بيقدروا. النادي الاهلي حضرتك النادي الاهلي ده بيتي واتربيت فيه. نعم. مع احترامي زي ما بدافع عن النادي المصري لازم ادافع عن النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي وقف جنبي بتاع 7 سنين. تمام. يعني النادي الاهلي ده بيتي، لو انا نكرت كده ابقى انا قليل الاصل. عشان كده احمد، علشان كده بسالك، بيطمنوك بيقولوا لك انه خلاص احنا شاريينك وباي ثمن، وبالتالي القصه فيها شويه مفاوضات، حتى لو اصر الاستاذ كامل ابو علي على مبلغ ال5.5 مليون برضه احنا هندفعهم لك، ولا شايف ان القصه برضه لسه فيها كلام؟ والله العظيم ما في كلام من ده خالص. ولا النقطه دي خالص. هو الموضوع موضوع الشرط الجزائي، وانا مش بتجه للشرط الجزائي خالص للظروف. لا انا بقول يا جماعه انا عندي ظروف بس مش اكتر. انا بتجه لديت ان انا لازم اقعد في مصر بس، لكن انا ظروفي كلها متحكمه. النادي الاهلي لو عايزني انا هبقى موجود مع النادي الاهلي، ما اقدرش اقول لبيتي لا، ما ينفعش ابويا يقول لي ارجع وانا اقول له لا. تمام. لكن بالنسبه لي النادي المصري انا قلت لك مش هلعب لو ما لعبتش في النادي الاهلي هبقى في النادي المصري، ولو النادي الاهلي جه في يوم مشاني او ما كملتش مع النادي الاهلي هرجع النادي المصري، لان ده بيتي، ده بيتي الثاني. انا بالنسبه لي قلت مش هلعب في اي نادي في مصر غير الاهلي والمصري. انت رحت الاهلي قريب؟ لا خالص. لو رحت الاهلي مش هنكر وهقول انا رحت الاهلي ومش هكذب. انا لو جوه النادي الاهلي هبقى، انا لو دخلت النادي الاهلي حد يمسك عليا حاجه؟ لا خالص، ده حقك، ده بيتك زي ما انت بتقول. لكن انا مش هكذب ليه؟ انا لو رايح النادي الاهلي اقول لك انا جوه النادي الاهلي. نعم. لكن هي انتقادات اعلاميه، الناس بتقول كده، لكن انا موجود. الناس لما يعوزوا يتكلموا هيتكلموا مع مستر كامل. موضوع العقد والشرط ده انا اللي عامله، انا اللي داخل فيه. النادي الاهلي يعني مش بقول لك النادي الاهلي الرغبه لاحمد شديد يلعب فيه، انا عايزين نبعد النادي الاهلي عن الحوار. نعم. لان النادي الاهلي ده انا يا جماعه بدافع عنه، وجمهور بورسعيد لازم يتقبل مني ان النادي الاهلي ده رباني 7 سنين. صحيح. ما ينفعش اقول النادي الاهلي بيعمل حاجه غلط، وده حقك طبعا يا احمد. النادي المصري بالنسبه لي برضه بيتي التاني يا جماعه، وانا بقولها صريحه اهو. انا لو ما لعبتش في النادي الاهلي هلعب للنادي المصري. يعني انا الناديين دول بالنسبه لي هم بيتي. خلاص، وده كلام واضح وحاسم وقاطع، واشكرك شكرا جزيلا احمد شديد ناوي نجم النادي المصري.